يعني مثلا جالك بياع قال لك يا ريس انا خدت كورس مثلا مع احمد خليفه، تقول له الله ينور، مش عشان احمد خليفه، تقول له الله ينور انت خدت كورس. فدي من ضمن القيم بتاعتك انك انت تكون ايه دايما بتدرب وانك بتحتفل بالتدريب. يعني مثلا جالك بياع قال لك يا ريس انا خدت كورس مثلا مع احمد خليفه، تقول له الله ينور، مش عشان احمد خليفه، تقول له الله ينور انت خدت كورس، انا قريت كتاب. يعني انا موقف من المواقف اللي انا عمري ما هنساها، مع ان الشخص ده ما كنتش بحبه، بس الراجل ده مش ناسي له موقف. لما قال لي انت لا تديري احمد كول سنتر وتصرف، فانا عملت ايه؟ خلصت الميتنج، خلصت الشغل، رحت على مكتبه اسمها المكتبه الاكاديميه موجوده لغايه النهارده. فرحت هناك دورت على كتاب كول سنتر مانجمنت، لقيت كتاب واحد، المكتبه دي اطنان من الكتب، لقيت كتاب واحد بس، اشتريته ورحت بيه الشغل، كنت رايح جاي بيه. وانا داخل الشركه شافني شايل الكتاب ماشي بيه، فراح مكلم حد من الشباب قال له شوف الكتاب اللي احمد خليفه ده، فراح كده قال لي هو ايه الكتاب ده يا استاذ احمد؟ فبص عليه كده تمام، وراح راجع له. انا ما اعرفش، لقيت ظرف من الباشمهندس حسام عرف منه سعر الكتاب واداني ظرف كان فيه 200 جنيه كده، بعت لي ثمن الكتاب مع الشكر للاستاذ احمد خليفه. الحركه دي عجبتني. هادوا الناس، ادوا الناس كتب كده يعني.